مشاهدينا الكرام، غادي نحيلكم على الفيديو ديال فاطمة تبع مرانت، الفنانة الأمازيغية المقتدرة اللي دارتو في واحد مهرجان بخصوص عيد يناير أو حفل السنة الأمازيغية، واللي بسبابه خرج هذا الداعية كيسب ويعاير فيها. كان الغريب وين في تال ولا الظلم ودار لك الجواري ولا الوحدات الكرسي ولا دار لك السوق كيسكان غزم زينه والجنط اللي مزيغ انت فراخ مصين يغو كادر التوبيت الجاهل العداي ولا داك تكسيانه شكولاص لو ندانت في رطال بيسموني فلوريس في الحديد يا بنيتي اللي بيسمونا في الكامل اولا كنت في الجسمان اركب سكين بيت دار وانت مزيغ جل الشباب الكل الجن فلان اللي ديتو سيت سيدر زيغن ايكون يكشف شعبان رمضان تظن. حنا الأمازيغ ناس مسالمين، اعتنقنا مختلف الديانات اللي من ضمنها الإسلام، والأصل ديالنا ضد العنف والتطرف. حنا مسلمين معتدلين اللي هو واحد التوازن بين الدين والدنيا. الهدف ديال هاد الهضره هو ان واحد من هاد المتطرفين بدا كيسب الفنانه الامازيغيه فاطمه تبع مرانت باسم الدين، لانه استغل الدين باش يأجج الفتنه والحرب على هاد الفنانه وعدد كبير من الفنانين الامازيغ. هادشي علاش حنا خاصنا كأمازيغ ما نسكتوش على هاد الدعاة السلفيين اللي كيسبوا ويعايروا الفنانين ديالنا الامازيغ. كما ان على الدولة المغربية تسرع في تفعيل القانون الجنائي الجديد اللي مرتبط بالأنشطة على الانترنت، خصوصا اللي متعلق بالتشهير والسب، لأن هذا السلفي زاد فيه كما كنقولوا وعاير مختلف الفنانين، خصوصا أنه كيسمي راسو داعية، أي أنه ما خصوش يسب أو يعاير أو يهين ناس أو يلقبهم بألقاب مضحكة، يعني كيحول الدعوة إلى فكاهة. You can't stop what's moving. I'm changing.